في وسط البلد احنا متعودين دايما واحنا ماشيين طبعا نبص لقدام. لكن قليل قوي مننا اللي بيرفع عينيه ويبص على الجدران. لو بصيت على جدران مباني وسط البلد هتلاقي فيه تفاصيل صغيرة، تفاصيل معدنية صامتة مستخبية وسط الزحمة. التفاصيل دي ناس بتعدي جنبها كل يوم من غير ما تعرف ايه هي، وإنها واقفة قدام أول تجربة إيداع آلي في تاريخ مصر، أو المعروفة حاليا بالATM، الخزائن الليلية اللي احنا دايما بنعدي جنبها واحنا ماشيين وما نعرفش ايه هي دي. أنا النهاردة هحكي لكم حكايتها وهعرفكم ايه هي الخزائن الليلية اللي موجودة في وسط البلد. الخزائن الليلية مش مجرد صندوق في الحيطة، دي